السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. شفتوا الكبدة بالردة؟ تحفة، طعمها حكاية، اللي هيدوقها منك هيشكرك عليها. تعالي اقولك انا بدأت وعملت التتبيلة بتاعتها ازاي. اول حاجة انا هجيب بصلاية وهبشرها وهاخد المية بتاعتها. ما بحطش البصلاية عشان ما تتحرقش مني في الزيت. خدت مية البصل وعليها معلقتين من الخل، معلقتين يعني مش كبار، صغيرين. نص ليمونة كبيرة، لو الليمون بتاعك صغير ممكن تحطي ليمونة كاملة. هبدأ بقى ان انا اشيل لو في بذر نزل زي كده، بتبدأي ان انت تشيليه بالمعلقة. مش عايزة اقول لكم التتبيلة ديت بتخلي طعم الكبدة حكاية. هبدأ بقى اجيب معلقة كده صغيرة من الهريسة، هريسة الشطة، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها. جميلة جدا، بستخدمها في كل الاكلات، تخلي طعمها تحفة. جبت بقى الملح، بهارات مشكلة، فلفل اسمر، بتحطي كمون وكزبرة وبهارات كبدة لو متوفر، مش متوفر عادي مفيش مشكلة، استغني عنها. حطيت توم وبصل بودرة ومعايا فص من التوم. هبدأ ان انا ابشره، لو عندك مبشرة او مطحنة يستحسن عشان ما ينحرقش منك برضو في قلب الزيت. كل ما تنعمي التوابل بتاعتك كل ما تبقى احسن واحسن. هبدأ بقى ان انا اخلطهم كويس اوي مع بعضهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واقلبهم كويس جدا عشان البهارات تختلط. بلاش تعملي المكونات وبعد كده يعني بلاش تحطي الكبدة وبعد كده تنزلي بالتتبيلة بتاعتك، لا اعملي التتبيلة وبعد كده انزلي بالكبدة. حطيت بقى الكبدة بتاعتي شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بتخلي الجزار يقطعها لك شرايح كده، وتبدأي بقى ان انت ايه تشربيها بالتتبيلة وتسيبيها 10 دقايق مش اكتر. متسيبهاش كتير عشان خاطر الخل والليمون بيسوي الكبدة. هبدأ بقى ان انا اسيبها 10 دقايق عقبال ما اعمل الكفر بتاعها. جبت ردة، دي ردة ناعمة بتجيبيها من عند العطار. حطيت عليها معلقتين من الدقيق، معلقتين كبار من الدقيق مليانين كده، وديت معلقة كده ايه من النشا، يعني معلقة كبيرة من النشا. وهبدأ ان انا اخلطهم كويس اوي مع بعضهم واقلبهم، عشان انا عايزة الدقيق والردة يتجانسوا مع بعض. ولو في اي تكتلات هتبدأي تضغطي بيها بالمعلقة كده على التكتلات دي. هبدأ بقى ان انا اجيب الكبدة بتاعتي، وهبدأ ان انا انزل بيها في قلب الكبدة بالرد. واهم حاجة ان وانتي بتحطي الكفر بتاعها، تبدأي ان انتي تغلفيه كويس جدا وتشوفيها وتضغطي على الكبدة، بس ما تضغطيش قوي عشان الكبدة بتبقى ضعيفة، مش زي الفراخ وزي البفتيك والكلام ده، لا الكبدة بتبقى ضعيفة، فتبدأي ان انتي تضغطي بالراحة، اللي هو في نفس الوقت الكبدة تمسك في الكفر بتاعها وتبقى زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اعمل واحدة كمان بنفس الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها. الاكلة دي من الاكلات اللي طعمها بجد جميلة جدا، بالذات بقى ما تعمليها مع سلطة الطحينة، بابا غنوج، بطاطس، تبقى طعمها حلو قوي. بدأت بقى ان انا خلصتها خلاص كده. هبدأ بقى ان انا احط الزيت واسيبه ان هو يسخن، يعني زيت سخن نار متوسطة عشان الكبدة تستوي منه. هبدأ بقى ننزل بالكبدة زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها ان هي تاخد لون. ما تعليش النار عشان ما تتحرقش وتبقى نية، لا بصوا اللون بتاعها عامل ازاي، اللهم صل على النبي، جميلة جدا. واللون بتاعها طالع ذهبي ومش محروق. وشم الريحة بتاعتها، الريحة بتاعتها تحفة تحفة بجد. بصوا الجمال، مفيش كلام. هتبدأي بقى ان انت تطلعيها يا اما على شبكة، يا اما لو مش متوفر الشبكة على مناديل بالشكل ده. يعني انا طلعتها على مناديل مطبخ، وتبدأي ان انت تحطيها عليها عشان تشرب الزيت لو في زيت طالع زيادة. اخلص بقى بقية الكمية واقدمها بالشكل القمر الجميل دوت. تحفة، لازم تجربوها. تقولولي رأيكم في الكومنتات. متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.